السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادر البار، وهاد المرة غادي نتعلمو البيطون. هاد الدرس موجه للناس اللي معمرها ما قرات البرمجة السطولة ديال بصح، اللي ما عندهم حتى شي علاقة بالدومين. غير تبع معايا وغادي تفهم إن شاء الله. أكثر لغات البرمجة انتشارا حاليا في العالم هي البيطون، كنستعملوها تقريبا في جميع المجالات: في السوفتوير انجينيرينغ، في الرياضيات، في تحليل البيانات، البرمجة العلمية، في الذكاء الاصطناعي، في المحاسبة، في النيتوركين. حتى من الدراري الصغار يقدروا يتعلموا لها بكل سهولة. يعني أحسن لغة وأسهل لغة تقدر تبدأ بها البرمجة هي البايثون. علاش؟ بكل بساطة حيت هي لغة برمجية عالية المستوى، قريبة بزاف من اللغة الطبيعية، كتسهل على الواحد يتعلمها بالخف مقارنة مع اللغات البرمجية الأخرى بحال شكل ديال سي بلاس بلاس، جافا، سي شير، جافا سكريبت، بي اتش بي. عاد باش تقدر تخدم في جميع الاوبريشن سيستم المشهورين بحال ويندوز، لينكس، ماك اوس. عندها عاوتاني كوميونيتي صحيحه. الا وحلتي شي نهار في شي حاجه ما عرفتيش ليها الحل، غادي تقلب غير في الانترنت. شبعانه ليبراريز وفريم ووركس وتولز اللي كيسهلوا بزاف الخدمه. المهم اش بان لكم غادي نتعلم بيطون ولا لا؟ راه اللغه ماشي يلاه بانت، عندها اكثر من 20 عام. اللي خاصك تعرف بيطون فيها غير جوج ديال النسخ. كاينه النسخه الاولى القديمه هي بيطون 2، وكاينه النسخه اللي غادي نتعلموها ان شاء الله بيطون 3 اللي هي لغه المستقبل. اول حاجه غادي نديرو غادي نوريك على ويندوز وغادي نكتب سي ام دي وندير اوكي ونكتب الامر بيطون داش داش فيرجن. نوريك على اونطري. من بعد غيطلع لي واحد ليرور الا ما كانش مانستالي. غادي نكتب بيطون وغادي نمشي للميكروسوفت ستور، نكليك على ديك اوبتونير ولا جيت على حساب اللانجويج ديال لوبريشن سيستم اللي انت خدام بيه. انا خدام فرونسي، وغادي نسد هادي ملي يكتب لي انستالي، وغادي نرجع التيرمينال وندير نفس الامر باش نشوف واش تانستالا ولا لا. الا طلعت لك بيطون 3.13.7 راه كلشي مزيان. غنسد هاد التيرمينال وغادي نكري واحد نوفو دوسيي وغادي نسميه بيطون سكريبت. غادي نمشي نحل الفيزيوال ستوديو كود، من بعد غنهضروا عليه ان شاء الله. وغادي نجي هنا غادي نكليكي على هذاك اوبن فولدر باش نمشي نرجع البيرو فين حطيت هذاك بيطون سكريبت وندير سيلكت فولدر. وغادي نمشي نكليك على نيو فايل وغادي نكتب هلو وورد وغادي نوريك على اونطري. وغادي نمشي لهنايا كاع سكريبت بيطون كيساليو بي واي، خاصكم تعقلوا على القضيه. غادي يطلع لنا واحد بوب اب صغير انا كتبها لكم من تحت، غادي نوريكو عليها. غنديرو انستال باش الفيديو ستوديو كود يبدا يعرف البيطون لانجويج. من الاحسن تكون ديال مايكروسوفت، رد البال مع هذا البلان هذا. بالنسبه للفيديو ستوديو كود غنديرو عليه فيديو خاص به ان شاء الله. نسدو هادشي كامل، نرجع السكريبت اللي كاين انا ونكتب اول ستيتمنت بالبيطون اللي هي برينت هلو وورد اللي كنطلبو من البرنامج يطبع لينا عباره هلو وورد على الشاشه من اليوزر يلونسي سكريبت. ندير كونترول اس ونمشي نحل هذاك التيرمينال، نكتب الامر بيطون متبوع بالمسار ديال السكريبت اللي هو هلو وورد دوت باي. نوريك على اونطري طلع لي عباره هلو وورد. مبروك عليك اول سكريبت صايبتيه بالبيطون. كان معكم مهدي اللبار. في انتظار باقي الفيديوهات نخليو كومنت ونبارطاجيو ولايك. عندك تنساو الله يرضي عليكم باش نولي لاباس عليا ونولي مشهور. السلام.